قال له قول لي بصحيح، انت بتحب الورك ولا الصدر؟ لا يا باشا خلينا انا في الصدر. ماشي يا عم، امسك الصدر كده اهوت على مهلك، بس خلي بالك واحده واحده يا علي. اخويا خلينا انا في الورك، خلينا دايما كده اخد العصاعيص. صاحب الصدر ده بالنسبه لي حاجه مهمه. الاكل بتاعه حلو قوي، انا اول مره احس بطعم الاكل كده. ما باين يا عم ما شاء الله، ده انت خلصت الورك بتاعك في ثانيه. هو انت بصيت في ام اللقمه يا عم؟ هو عشان انت اللي عازمني يعني هتذلني؟ لا يا عم انا اشوفك كل براحتك، بس بقول لك ايه، نص فرخه في السنتري. هي اكله جامده الصراحه، بس بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال بس جاوبني عليه بامانه. يا درجه الاكل بكام ولا ايه؟ لا يا عم مش الدرجات دي، كده اصلا عايز منك فلوس. اسال يا عم. هو انا لو مت يا صاحبي هتفضل فاكرني؟ انا مش قصدي يعني، بس انا بتكلم انك انت هتفضل تزورني عند قبري وتفضل تدعي لي، ولا هتنساني والدنيا تشغلك؟ ايه يا عم السيره دي؟ احنا بناكل بعد الشر عنك يابا، في ايه؟ ده انت نكد يا عم، احنا بناكل. انا هقوم اغسل ايدي. يا عم طب هفهمك، طيب استنى.